السلام عليكم. إليكم فنانين تركوا الفن وتابوا إلى الله قبل فوات الأوان. الفنانة شمس البارودي زوجة الفنان الكبير حسن يوسف، كان تاريخها مليء بالأعمال الفنية وأدوارها اللي تميزت بالإغراء في السبعينيات. في عام 1984 ذهبت مع والدها لقضاء مناسك العمرة، وعادت من هناك وهي مرتدية الحجاب ومعلنة توبتها واعتزالها العمل الفني. وبعد فترة ارتدت النقاب حوالي 25 سنة لتخلعه وتعود إلى ارتداء الحجاب مرة أخرى. الفنانة سهير رمزي تميزت على مدار تاريخها الفني بالأنوثة وأدوار الإغراء الجريئة. قدمت نحو 100 عمل ما بين السينما والدراما والمسرحيات، ولكنها فاجأت الجمهور بقرار اعتزالها عام 1993، وابتعدت عن الأضواء ما يقرب من 13 سنة لتعود للتمثيل مرة أخرى وهي مرتدية الحجاب بدور البطولة مع النجم مصطفى فهمي في مسلسل حبيب الروح، كان في عام 2006. أثار شكل حجاب سهير رمزي الجدل وهي تظهر جزء من شعرها، عشان تقرر سهير رمزي التخلي عن حجابها بعد 25 سنة بعد ما كانت مقتنعة بيه. الفنانة والمطربة شادية اللي أمتعتنا بأعمالها الفنية وأغانيها فاجأت الجمهور بقرار اعتزالها بعد مسرحية ريا وسكينة، وارتدت الحجاب وتفرغت للعبادة ورعاية الأطفال الأيتام، وابتعدت عن الشاشة بعد عمل مستمر في السينما المصرية أكثر من 50 سنة، لترحل شادية بعد صراع مع المرض في نوفمبر 2017، وتوفيت وهي في عمر 86 سنة. في عام 1997 قررت النجمة المصرية سهير البابلي ارتداء الحجاب واعتزال الفن، وسبب اعتزالها كان بسبب بنتها نيفين، وقالت بنتي اتحجبت وانا لا، لازم اعمل زيها عشان ارضي ربنا. بس عادت للتمثيل وهي مرتدية الحجاب عام 2005، وكانت بمسلسل قلب حبيبة، لترحل عن عالمنا في نوفمبر 2021 وهي في عمر 86 سنة. الفنان وجد العربي اشتهر بأدائه في فيلم نهر الحب أمام الفنانة فاتن حمامة، وكان طفل وقتها. وعلى مدى مشواره الفني قدم الفنان وجد العربي عدة أعمال فنية، إلا أنه اعتزل الفن وتفرغ للدعوة. الفنان محمد العربي اتجوز مرتين، الأولى من الفنانة نادية أرسلان وانفصل عنها، والزوجة الثانية والحالية الفنانة المعتزلة هناء ثروت أنجب منها 3 أبناء. ترك الفن واتجه إلى التجارة والتفرغ لعبادة الله. فاجأت الفنانة حنان ترك الجمهور بقرار اعتزالها الفن، وقررت ارتداء الحجاب وابتعدت عن الفن تدريجيا، على الرغم من أنها كانت في قمة نجوميتها. وتردد العديد من الحكايات داخل الوسط الفني على نيتها التفرغ للعمل الدعوي، واللي أعلنت حنان ترك أكثر من مرة إنها تتمنى خوض تلك التجربة. الفنانة نورة هي واحدة من جميلات السينما المصرية، تميزت بأدائها الرومانسي في العديد من الأعمال السينمائية، حتى لفتت الإنظار إليها بسرعة شديدة، إلا أنها اعتزلت التمثيل وتركت الحياة الفنية في قمة شهرتها ونجاحها في عام 1996. الفنان حسين صدقي الرجل الملتزم اللي عمل جدل كبير في الوسط الفني بعد ما أحرق عدد من نسخ أفلامه السينمائية
اللي بتعتبر علامات وتاريخ للسينما المصرية، لأنها من وجهة نظره حرام وبتقلل رصيده لدى الله لما بيتفرج عليها الجمهور. انتهى الفيديو، شكرا لكم.